الكلب الجولدن ريتريفر معروف دايماً بلقب ملاك عالم الكلاب بسبب طيبته وهدوءه. وفي فيديو النهاردة هنشوف الدليل القاطع على الكلام ده. الجرو الصغير ده كان نايم في أمان الله وفي سابع نومة على الكنبة لحد ما قررت القطة البيضة الصغيرة دي إنها تقتحم خصوصيته وتصحيه بطريقة غريبة جداً بالنسبة لحجمها الصغير. الجميل هنا هو ردة فعل الكلب. أي كائن تاني كان ممكن يتضايق أو يهاجم، لكن الجولدن أول ما فاق وبدأ يستوعب اللي بيحصل اتعامل مع القطة بمنتهى طول البال والحذر. القطة في البداية أخذت وضعية الهجوم الدفاعية وبدأت تنط وتعمل حركات شجاعة، لكن برود الكلب وطيبته امتصوا خوفها في ثواني. الكلب بدأ يلحسها وينظفها كأنه بيقول لها أنا مش هأذيكي. وهنا بنشوف التحول السلوكي السريع عند القطط. القطة أول ما حست بالأمان هديت تماماً وقعدت جنبه، وبدأت هي كمان تنظف نفسها بروقان. الكلاب من الفصيلة دي بتعتبر من أفضل الخيارات للي حابب يربي قطة وكلب مع بعض في نفس البيت بسبب ذكائهم الاجتماعي العالي. وفي نهاية المشهد بنشوف اللقطة اللي خلت الفيديو ده يلف العالم ويجيب ملايين المشاهدات. القطة قررت تستسلم تماماً وتنام في أكتر مكان دافي تحت دقن الكلب وفي حضنه، والاتنين راحوا في النوم سوا في مشهد مليان سلام نفسي. لو الشرح والفيديو عجبكم ما تنسوش تخبطوا لايك عنيف وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا تحليل لأجمل لقطات الحيوانات الكيوت أول بأول. سلام.